ولا يحل الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسعد مساكم وكل أوقاتكم ومتابعي الكرام بكل خير وهنا وسعادة وراحة بال، آمين يا رب العالمين. حبايبي، وصفتنا لليوم البيتي فور، الهش الخفيف اللي بيدوب بالتم بعجينة هشة وأكثر من رائعة. صدقا ما بتفرقوه عن الجاهز أبدا أبدا، لا شكلا ولا طعما. تابعوا معي الفيديو للنهاية لأني ححكي عن كل أسرار نجاح عجينة البيتي فور من الألف للياء، بمقادير مضبوطة وطريقة متقنة ونتيجة مبهرة وأكثر من رائعة. طبعا هذه الطريقة حتكون الطريقة الثانية. قبل هيك عملنا مع بعض على القناة الطريقة الأولى كانت أكثر من رائعة ونتيجتها مبهرة برضو. حيكون الرابط موجود لحضراتكم في صندوق الوصف. وخلونا نبلش، بس قبل ما نبلش لا تنسوا تدعمونا بأحلى لايك وشير وكومنت وسبسكرايب وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وبالنسبة للمكونات حتكون مكتوبة لحضراتكم في صندوق الوصف. وخلونا نبلش على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة أفضل السلام. طبعا هستعمل العجانة، البولة حتكون جافة. حنزل بربع الكوب من الزيت النباتي، ربع الكوب من الحليب السائل البارد، كوب من السكر الناعم. طبعا طحنته على مطحنة القهوة مرتين 3 لحتى ينعم تماما، بعدين نخلته لحتى أتخلص من أي تكتلات. سعة الكوب 200 ملي. بيضتين متوسطات الحجم طلعتهم من البراد مباشرة، وحنزل فيهم بيضة بيضة كده واحدة واحدة على الخليط. تمام هيك. بعد كده حنزل ب2 باكو من الفانيلا. إذا ما توفرت فينا نستعمل معلقة كبيرة من الفانيلا السائلة. ذرة خفيفة من الملح. 250 جرام من الزبدة الغير مملحة، ويفضل الزبدة الحيوانية لأنه طعمها أكتر من رائع. طبعا طلعتها قبل بساعتين لأنه حطيتها على الرخامة كانت جامدة كتير. طلعتها من البراد لمدة 2-3 كده لحتى تصير درجة حرارة الغرفة. الزبدة اللي استعملتها طبعا زبدة لوربك، وزنها 250 جرام يعني ما يعادل وقية، وهي زبدة غير مملحة. بنصحكم يا جماعة انكم تستعملوا زبدة حيواني أو زبدة يكون نوعيتها ممتازة لحتى تنجح معاكم الوصفة. طبعا ما تسترخصوا في نوعية الزبدة حتى تحصلوا على أنجح وأطيب وألذ بيتي فور. طبعا هان هستعمل بداية وسك العجانة لحتى أخفق المكونات مع بعضها. طبعا إذا ما توفرت العجانة فينا نستعمل المضرب الكهربائي بيأدي نفس الغرض، وإذا ما توفر المضرب فينا نستعمل المضرب اليدوي بس حيكون في وقت زيادة وجهد أكتر. طبعا بداية السرعة حتكون بطيئة، وبعد هيك بعد ثواني بسرع الدرجة. مدة الخفق حتكون من 7 ل10 دقايق لحتى أسمح لأكبر كمية من الهواء إنها تفوت بين جزيئات الخليط. طبعا كل فترة والتانية بوقف العجانة بريحها شوية، بعدين بروح بشغلها تاني. طبعا زي ما قلت لحضراتكم مدة الخفق من 7 ل10 دقايق. طبعا في نص مرحلة الخفق هيك وقفت العجانة وبجيب الاسباتيولا كده وبحرك الخليط لحتى أضمن ما يكون في أي تكتلات وأي ترسبات في جوانب وفقاع البولة، وبرجع أشغلها تاني. طبعا إحنا عارفين إنه عجينة البيتي فور يا جماعة ما بنضيف له أي مواد رافعة، لا كربونات ولا بيكنج باودر ولا خميرة. تمام هيك. عشان هيك أهم شيء مرحلة العجن حتى نسمح للهواء إنه يتخلل جزيئات الخليط ونحصل على عجينة هشة وبيتي فور بدوب بالتم وأكتر من رائع. هلأ بفك الوسكة كده وبأجيب القطعة الثانية من العجانة اللي هي على شكل كف كده لحتى بدنا نخلط هلأ المكونات مع الطحين لأنه حيبدأ القوام إنه يتقل شوية، فبنستعمل القطعة الثانية. عندي نصف كيلو من الطحين متعدد الاستعمالات، نخلته طبعا 3 مرات لحتى أتخلص من أي شوائب وأي تكتلات. حنزل فيه جزئية مش حنزل فيه مرة واحدة. طبعا بداية سرعة العجان حتكون بطيئة، بعدين ببدأ أعلي السرعة، ومدة الخفق حتكون 5 دقايق فقط. تمام هيك. نصف الكيلو بيعادل يعني 3 أكواب ونصف من الأكواب المعيارية. طبعا بأنصح يا جماعة كل سيدة بيت إنها
تجيب عندها في البيت أو في المطبخ الأكواب المعيارية، لأنها ضرورية جدا لقياس أو تديك القياس الملائم تماما لأي وصف، خاصة وصفة الحلويات. هلا بعد ما خلطت الخليط بعد 5 دقايق بحرك، بجيب السباتولا كده وبحرك لحتى أضمن إنه ما في أي تكتلات أو ترسبات في قاع وجوانب البولة. هلا جينا لمرحلة تشكيل العجينة. طبعا أنا عندي كيس حلواني وعندي الفورمة أو القطعة اللي زي حضراتكم شايفين، هذه اللي بستعملها، استعملتها قبل هيك إذا بتذكروا في فيديو بلح الشام، زينت فيها أو شكلت فيها عجينة بلح الشام ملائمة جدا لتشكيل عجينة البيتي فور. هلأ بلبس الكيس كده في مج كبير لحتى وبأتنيه وبأجوفه من الوسط كده وبوسعه لحتى أحط أكبر كمية من العجينة، وبضغط طبعا العجينة زي ما حضراتكم شايفين لحتى أخرج الهواء وما يكون في أي هواء حتى ما تقطع معايا العجينة أثناء التشكيل. طبعا في هاي الأثناء بحضر صينية الفرن، بكون مسحها مسحة خفيفة جدا من الزيت النباتي وحاطة فوقيها ورقة من الزبدة، طبعا قصيتها أو حسب مقاس الصينية اللي عندي وقصيت الأطراف طبعا. وهلأ بدي أشكل عجينة البيتي فور زي ما حضراتكم شايفين على شكل وردات كده، وهو الشكل الدارج يعني. طبعا بالنسبة لمرحلة التشكيل هذه بترجع لك يا ست الكل، شو بتحبي تشكلي، على شكل وردة، على شكل صدفة، شكل أصابع زي ما حضرتك حتشوفي هلأ. وأهم شيء كل فترة والتانية كده أخرج الهواء حتى ما تقطع معايا العجينة. شايفين ما شاء الله تبارك الله العجينة بتنزل بكل سهولة من الكيس الحلواني، تمام هيك. وهلأ بدنا نعمل التشكيلة الثانية اللي على شكل أصابع كده، بكون منظرها كتير كتير حلو وجميل. التزمي بالمقادير يا ست الكل، وإذا لقيت العجينة بتلتزق معاكي ما تضيفي طحين على الإطلاق، لا اكتفي بالمقدار اللي أعطيتك إياه. وهلأ بجيب أي عود خشبي أو أي أداة بأجوف أو مع المساحة في وسط الوردة كده لحتى لما أجي بعد ما أخبزها وأجي أزينها أديه يكون في مساحة المربى لما أحطها وأثبت عليها حباية الكرزة. طبعا هي خلصت من تشكيل العجينة، وهلأ بكون محمية الفرن لمدة 10 دقايق، وبعدين بهدي النار أقل من المتوسطة، يعني أعلى من درجة خبز الكيكة بشوية كده. بحطها على الرف الفوقاني بالنسبة لفرن الغاز، وبعدين بخليها تحمر من الأسفل وبنزلها بنزلها في الرف التحتاني لحتى تاخد تحميرة. وكل نتفة والتانية ما بغيب عنها، كل نتفة والتانية بأدير الصينية لحتى تاخد تحميرة من جميع الجوانب وتاخد لون موحد. طبعا مدة الخبز كانت تقريبا لكل الكمية اللي أعطيتكم إياها تقريبا نص ساعة إلا 5 دقايق، وهيك صار شكلهم بعد ما خبزتهم. طبعا بخليهم يبردوا تماما لحتى بعد هيك أزينهم. شايفين شكلهم ما شاء الله، شايفين كيف اللون والتحميرة كده، وشايفين ما شاء الله الهشاشة ما شاء الله، شايفين كيف تفتفت مثل الجاهز تماما، فما بالكم الطعم. وهلأ بدنا نزين البيتي فور. طبعا عندي مربى فراولة وكرز وجوز هند وشوكولا سيحتها في حمام مائي، شوكولاتة دارك طبعا. حتجيبي كل قطعتين يكونوا متناسق حجمهم كده ومساويين لبعض كده. بحط بين كل قطعة والتانية شوية مربى، بعدين بأغمس الطرف بالشوكولاتة سيحتها على حمام مائي، بعدين بأغمسها بجوز الهند وبرصها في طبق التقديم. طبعا بالنسبة لمرحلة التزيين هذه بترجع لك يا ست الكل، يعني عندك مثلا أي نوعية مكسرات فيكي، طبعا فستق حلبي، فول سوداني، أي شيء متوفر عندك حتحمصيه وتشوحيه شوية، طبعا ما عدا الفستق الحلبي ما بتشوح، تمام هيك. وبتدشتشيه شوية كده وبتزيني فيه. واي نوعيه مربى متوفره عند حضرتك. انا حطيت في المنتصف زي ما قلت لحضراتكم، وسعت في منتصف الورده كده لحتى احط شويه مربى واثبت عليها الكرزه، برضو بتدي شكل جميل.
وهي شكل أصابع البيتي فور، بغمص الطرف بالشوكولا وجوز الهند. وإذا توفر عندك الفارماسيل برضو فيك تزيني فيه. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا بنديكي الفكرة وانتي تمشي عليها. يعني تابعي، التزمي بالمقدار والتزمي بالخطوات، وبإذن الله حتحصلي على أطيب وألذ وأشهى بيتي فور. ما بتفرقيه والله والله صدقا، ما بتفرقيه عن شغل المخابز. وهيك صار شكلهم بعد ما زينتهم. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، ولا أروع. إن شاء الله يا ربي عجبتكم الوصفة لليوم. بتمنى إنكم تجربوها، وبتمنى إنكم تدعموني بأحلى لايك كده زي ما عودتوني دايما. وإلى اللقاء في وصفة أخرى وفيديو آخر ولمسة من لمساتي. كانت معكم نجوى عوض من قناتي لمسات نوغا. دمتم في رعاية الله وأمنه. مع ألف سلامة.